اهم حاجه في العرس هي الحنه. داكشي علاش بغيت نقول لكم حضاو حنتكم مزيان. مرحبا بكم معايا في هذا الفلوق ويلا نترزقوا الله. انا وريتكم حنتي كيفاش صبحات، اللون ديالها غزال كيحمر. حنه العروسه كتكون بوحدها ولي زانفيتي بوحدها، حتى واحد ما خاصو يقيس داك الحنه ديال العروسه من غير الحنايه امها ولا اختها، لحقاش داكشي فيه التقليد. وانا نهار دخلت للحلفه وعدت راسي والتقليد عليا ما نخونش الناس وما نخونش الامانه. الجبانيه ما خاصهاش تقلب. دار العروسه خاصها تكون مبخره مزيان بالبخور والحبه السوداء وتكون مطلوقه فيها صوره البقره. كنا كنشوفوا عريسات على مزيناتهم ما كيحسنوش راسهم وكيوقعوا في المشاكل. مع تجربتي وقعوا قدامي بزاف ديال المناظر. داكشي علاش كنصح العريسات كاملين ما دايت ديال الحنه ونهار عرسها ولا نهار خطوبتها دير بهاد النصائح واخا يبانوا لك عاديين. كاينين بزاف ديال البنات حياتهم كتبدل الجحيم من مورا العرس ديالهم بسبب الحقد والسم اللي كيجي من اقرب الناس. واهم حاجه من هادشي انك تحسني في الصباح وفي العشيه، ماشي على العريسات حتى الناس العاديين. واللي مهم بزاف وحسن من هادشي اللي قلت هو التحصين النفس. ديك الساعه ما غادي يقيسك حتى شي حاجه وما توصلك حتى شي حاجه. التحصين كيتعتبر واحد الحاجه. اختكم تمثالات جمعات الماتيريال ديالها واعدى حاجه في الاخر عندي هو هذا الماتيريال نجمع. حلفوا عليا ناسي تاع اليوم حتى نجلسوا نتغداو معاهم ولا نتعشاو وناكلوا الحلوى عاد نخرجوا. ما تنساوش تدخلوا على قناه اليوتيوب فيها فلوقات طوالين غادي يعجبوكم. شكون فايت لها داس ولا صادفات بشي موقف من هاد المواقف اللي عاودت لك عليهم. مع كنوصل للعماره بنياتي كيتسناو. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.